شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. طلعت الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار والقرارات والتوضيحات والاشياء الفيديو كل شيء يوصلكم ان شاء الله واول باول. طبعا كلكم تعرفون الطالب ينجح من خامس اعدادي اول هو يفكر به هو انه شلون يدخل دورات اللي هو مثلا يدخل معاهد خصوصيه كذا حتى انه يقرا الاساس الاعدادي لان هي هاي المرحله المصيريه. لكن لا، حاليا بالوقت مثل ما تقول الحاضر هواي من الطلاب قاموا شنو يعتمدون على اليوتيوب لان بي كل المدرسين تقريبا بأكثر من طريقة للشرح، بكل مدرس وطريقته، بأنه الطالب على شنو يفهم يقدر يقرأ عليه. وكذلك اكو بعض الطلاب يدخلون دورات خصوصي بعدين يقولون احنا ما فهمنا شيء ومجرد انه ضيعنا الوقت. لكن نعم اكو بعض الطلاب يستفادون وعادي ما كل مشكله حسب الطالب. لذلك هنا احد الطلاب يسال يقول انا اريد من عندك فد نصيحه، انا اقرا عن مرحله الاساسي الاعدادي، اهل امكانيه ما عندهم ادخل معهد خصوصي يعني باعتبار انا جاي افكر اقرا على اليوتيوب شو تقول اقدر اوصل لمعدل عالي. اصلا اكو هواي من الطلاب ما قرأوا لا يوتيوب ولا دورات ولا كذا وطلعوا معدل 100 او 99 ودخلوا حتى مجموعه طبيه والى اخره. هو ابسط واحد او العفو ابسط مثال اللي هو حسن محسن معيوف اللي قبل كم سنه طلع هذا المعدل بدون اي دورات وكذا. هاي تعتمد عليك، على قراءتك، على ترتيبك، على انه ملاحظاتك، على دراستك، على مواظبتك على الدراسه من بدايه الدوام. لكن بحسب سؤالك العفو، نعم اكو هواي مدرسين على اليوتيوب شارحين الماده كامله واكو اكثر من مدرس شارح نفس الماده واكو اكثر من طريقه. فانت كطالب بدون ترويج عن مدرس وكذا، لا انا ما اروج لمدرس، انت روح ابحث على اليوتيوب لاي ماده كانت انت تريدها فراح يطلع لك انواع المدرسين. شوف ياهي المدرس اللي انت مثلا تفهم عليه فكرته وكذا انت ظل اقرا عليه. هاي وحده. شيء ثاني انت حتى على مود انه تضبط مادتك وكذا فانه لازم تكتب وياه وحتى بالعاميه. يعني شنو يعني مثلا حتى لو اكو مسائل وكذا مثلا من تلقيهن اذا من اقول لك كان اكتب وياه حتى المسألة اكتب عليها ملاحظاتك، يعني هذا مين اجى شلون صار كذا. حتى لو بالعامية ليل انت اول وتالي انت راح تقرأ انت تفهمه، حتى بوقت الامتحان من يجي الامتحان راح انه تلقى الملاحظات كلها كاتبها، الاشياء المفيدة كلها كاتبها، كل شيء كاتب عليه شلون اجى شلون صار منين اجى شلون حلت هذه المسألة كذا حسب شرحه اللي شارحه انت كله دونه عندك من بالورقة او بالدفتر لهذه المادة وكل شيء راح يصير عندك سهل ان شاء الله. فنعم بكل تأكيد وبشكل ومثل ما تقول بشكل مؤكد نعم هواي من الطلاب اعتمدوا على اليوتيوب وجابوا درجات عاليه. نعم اكو هواي من الطلاب مثلا يقول لك انا ما افهم على اليوتيوب، انا مثلا عندي سؤال اريد اساله الا مدرس خصوصي الا مثلا وجه لوجه، كل من طريقته بعد. لكن بحسب يعني الوقت الحاضر نعم انه صارت الطريقه اليوتيوب هي طريقه ناجحه لان توفروا المدرسين يعني بكثره على اليوتيوب. لكن كل المطلوب عندك هو المتابعه. كل التوفيق لكم يا رب. طلعت الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وانتظرونا بالنشر.